السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات سفارة العميد. كل عام وأنتم بخير، كل عام والأمة الإسلامية والشعب المصري بخير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة حلقة النهاردة هنتكلم فيها بصفة عامة، أو عنوان الحلقة النهاردة ماذا يحدث للتحكيم المصري وما هو دور الملك كابتن فاروق. تاني حاجة، هل المجاملات هي السبب الرئيسي فيما يحدث من أخطاء في تحكيمية في الدوري المصري واحنا لسه في الأسبوع الثاني؟ خليكم معانا ولكن بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني وهنشوف ماذا يحدث للتحكيم المصري وما هو دور الكابتن فاروق الملقب بالملك. هنتكلم يعني عن طريق الاحداث اللي حصلت. احنا بنتكلم عن الاحداث اللي حصلت، هي دي اللي هنشوف مصير التحكيم المصري ازاي، او مستوى التحكيم المصري واحنا لسه في الاسبوع الثاني اللي فيه ماتشات متاجله كتير بسبب مشاركات النادي الاهلي ونادي مودرن فيوتشر ونادي الزمالك في البطولات الافريقيه المختلفه. اول حاجه، احنا بنقول الاسبوع الاولاني عدى بنسبه 100%. الاسبوع الاولاني بالنسبه لي انا وبالنسبه لناس كتيره قوي عدى بنسبه 80%، لان كان معظمهم حكام غلابه زي محمد العتباني ابن الشرقيه، عمل مباراه هايله، وده من الحكام اللي هم ما لهمش ظهر او ما بيتجاملش، فبالتالي ربنا كرمه في ماتش رغم اللي هو صعب وكان فيه اختبارات كتيره واحنا جبناها في الحلقه اللي فاتت دي، انما نجح في المباراه. عندنا مباراه الاسماعيلي وزد، لولا ستر ربنا سبحانه وتعالى ركله جزاء برضو وهميه احتسبت من كابتن ابراهيم لا اساس لها من الصحه، ولكن ستر ربنا سبحانه وتعالى انها يعني اتصدت، وبالتالي كانت هتاثر في نتيجه المباراه اللي انتهت بفوز زد على الاسماعيلي 1-0. نيجي بقى الاسبوع الثاني، ودي كانت الكوارث التحكيميه سواء في الدوري الممتاز او في دوري المحترفين. اول حاجه هنمسك طبعا مباراه الزمالك والمقاولين، وركله جزاء صحيحه مليون في المية لا يختلف عليها اثنين باعتراف الحكم. وقبل ما هتكلم في النقطه دي انا عاوز اقول لكم مفيش حكم بيتعمد الخطا او بيتعمد ان هو يعني زي ما بيقولوا ايه بيبقى مستقصد فرقه. احنا ننتقد اداء التحكيم والحكام انما لازم نحط اسس من سفاره العميد. لا يوجد حكم مصري يتعمد اللي هو يأثر في النتيجه. ممكن يخطئ خطأ بشري عادي، ممكن الالفاظ تخونه، تمام، انما يكون متعمد دي انا بقول لكم بما يرضي الله. فسواء اي حكم احنا جبناه بننتقده، ولكن لا ننتقد في ذمه اي حكم، بالعكس حكامنا كلهم الحمد لله رب العالمين يتمتعون بضمير يعني قضاة بالظبط. فنرجع لمرجوعنا تاني، ركله جزاء صحيحه مليون في المية لنادي الزمالك باعتراف الحكم. طبعا دي بسبب طبعا هنقول ايه التحكيم المصري بسبب مجاملات في رسائل الهيه. ايه هي الرسائل الالهيه؟ تواجد ميكروفونات بالصدفه في جنب تقنيه الفار، وسماع صوت الحكم في حديثه مع حكم تقنيه الفار كابتن محمد عادل. دي رساله الهيه ان انتوا ناس يعني في حكام كتيره او مظلومه، في كتير او مجاملات، عشان كده بما معناه ان دي حصلت فضيحه تحكيميه انها تمت. طبعا دي ممنوعه طبعا ان يتحط ميكروفونات جنب الفار، وبالتالي دي رسائل الهيه لعل وعسى الناس تفوق من السبات العميق اللي هو فيه. ركله جزاء صحيحه مليون في المية نادي الزمالك لم تحتسب. طبعا يعني هو خانوا التعبير، ربعها على الخط والثلاث ارباع جوه. هي لو ملي مش ربع ملي على الخط تحتسب ركله جزاء، لان الخطوط احنا قلنا جزء من المناطق، وبالتالي دي كانت احدى الكوارث التحكيميه اللي حصلت في مباراه الزمالك والمقاولين، واثرت في نتيجه المباراه. كان ممكن الزمالك يطلع كسبان المقاولين ويحصد الثلاث نقاط، وممكن بنسبه كبيره قوي ممكن تؤدي الى اعاده المباراه، وده اللي هنشوفه في الفتره اللي جايه. دي اول مباراه.
تاني مباراه لا تقل اهميه عن الزمالك والمقاولين، المصري وفاركو. معانا صوره دفع واضح من حسين السيد لمهاجم الافريقي لفاركو، ركله جزاء 100%، والفار استدعاه وشافها، وبعد ما شافها وبتاع ما اقتنعش بيها. ايه حكايه عدم الاقتناع دي؟ انا مش عارف. يعني ايه حكايه عدم الاقتناع دي؟ انا مش عارف. طبعا راح حماده القلاوي لغايه الفار وجابها له واضحه، دفع صريح من حسين السيد. ومعانا صوره زي ما انتم شايفين اهي. دي الصوره دي بتبين بس في دفع، انما احنا لو شفناها لايف كمان دفع صارخ من حسين السيد في صدر المهاجم الافريقي، وبالتالي كان لابد من احتساب ركله جزاء، وخاصه ان حكم الفيديو استدعاها عشان يشوفها، وشافها ودورها له ولفها له، ولكن القرار لم يقتنع بيه وقال لك يستمر اللعب. طبعا احنا مش يعني في حكام بتتجامل، في حكام بتاخد دعم لا محدود، دعم لا محدود. مش هنقول اسامي حكام بس هنقولها في الفتره الجايه دي لو الناس دي ما رجعتش لصوابها وبدات يبقى في عداله في اداره المنظومه التحكيم في مصر. دي مباراه طبعا المصري وفاركو. طيب هل الرسائل الالهيه دي بس في الدوري الممتاز؟ لا، انزل على دوري المحترفين. معانا مباراه طنطا ورايه، هنشوف الفيديو معانا اهو. كوره مرفوعه عادي خالص، واللعيب جاي من تحت وطالع لعيبها بدماغه وحاططها هدف صحيح 100%، واذا بالحكم يلغي هذا الهدف. حتى الان لم نعرف ليه لغاه هذا الهدف، مش عارفين. انما اللي احنا شايفينه طبقا للفيديو اللي قدامنا ده هدف صحيح لرايه ألغية من الحكم، مش عارفين ايه السبب لغايه دلوقتي. ودي انتهت المباراه بالتعادل 1-1. ولو كان احتسب هذا الهدف لفريق رايه اللي مفترض اللي هو بينافس في دوري المحترفين للصعود للدوري الممتاز، وبالتالي اضاع عليه كانت النتيجه هتبقى 2-1 واضاع عليه 2 بونت يعني. وكان طبعا هناخد بونت من طنطا، ما كانش هياخد حاجه، فكان اضاع الفوز على فريق رايه. ودي من ضمن الاخطاء التحكيميه اللي اثرت في نتيجه المباراه. طب المباراه دي بس؟ لا، في مباراه تاني نجوم المستقبل ومكادي، ومعانا فيديو كده حوالي 3-4 ثواني هنعيده كذا مره. اللاعب بتاع نجوم المستقبل معانا فيديو اهو. اللاعب بتاع نجوم المستقبل مفروم بالبلدي، مفروم مشدود ومتعرقل ومش عارف ايه، والحكم قريب منها، ورغم ذلك لم يحتسب ركله جزاء صحيحه لنجوم المستقبل. ودي طبعا النتيجه برضو كانت على ما اظن تعادل، واضاع فوز مستحق لنجوم المستقبل رغم تمركز الجيد، مش الجيد، الجيد من الحكم. كان محتاج زاويه ميل يمين او شمال عشان تبقى الرؤيه او الفيجن بالنسبه له يبقى واضح. ولكن دي برضو عشان اقول لكم دي رسائل الهيه بتقول للناس المسؤولين عن التحكيم: راعوا ربنا، راعوا ضمايركم في الحكام اللي انتم ظلمتوها بسبب التصنيف. يبقى دي مباراه نجوم المستقبل ومكادي، وعدم احتساب هدف صحيح لنجوم المستقبل كان طبعا هيبقى كانت هتأثر في نتيجة المباراة، وكان النجوم هيحصد على الثلاث نقاط. يبقى دي بسبب المجاملات، وبسبب التصنيف الخاطئ، وبسبب الأحداث رسائل إلهية بتيجي في مباريات في الدوري الممتاز والدوري المحترفين. واحنا لسه بنقول بالبلدي كده يا هادي، احنا لسه في الاسبوع الاول من دوري المحترفين، ولسه في اول كام ماتش في الاسبوع الثاني من الدوري الممتاز. انا وجهة نظري وانا بقول اهو: افشل موسم فنيا واداريا وتحكيميا موسم 2023 2024. وافتكروا كلامي، وده بسبب القائمين على الاداره التحكيميه ودور الملك الملقب بالملك او الكابتن فاروق. ان طبعا من ضمن احاديثه اللي هو بيقول لك لازم يبقى فيه 20% مجاملات. 20% مجاملات ده انت مجامل مش اقل من 80%، ده في مجاملات مش اقل من 80%. وعايزين تعرفوا اعملوا احصائيه statistical، اعملوا احصائيه هتلاقي ان كل الحكام اللي اتصنفت ابناء عاملين، اقارب عاملين، ابتدى يعملون بهيئات عليا، هتلاقيهم كلهم هم دول الحكام اللي ماخدينهم في التصنيف. حكام تانية بقى لها 10 سنين بتحكم في الدوري الممتاز واجادت، وحكام بتتصف بالخبرات العميقه. عندنا حكام كتير يعني مش يعني عندنا واحد زي اسامه اسماعيل طبعا 7 سنين او 8 سنين بيحكم في الدوري الممتاز واجاد، وكان من ضمن الحكام اللي كان
اللجنه الرئيسيه بتعتمد عليهم في المباريات، سواء في الدوري الممتاز او في دوري الممتاز به سابقا. عندنا جلال احمد ابن الصعيد، اللي الراجل ده زي ما بيقولوا اتكحرت في ماتشات الصعيد اللي هي بيبقى فيها ضرب نار، ورغم ذلك. محمود رشدي. عندنا حكام صاعده واعده زي احمد ناصر. احمد ناصر كان يعتبر مستقبل التحكيم ومستقبل التحكيم السويسي، اللي حكم السنه اللي فاتت الدوري الممتاز مباراتين واشادوا بيه وخد تقرير امتياز، والسنه دي حتى ادي الاسبوع الاولاني والاسبوع الثاني لا حكم في الدوري الممتاز ولا محطوط في التصنيف بتاع الدوري الممتاز ولا حتى حكم في الدوري المحترفين. مساعدين، عندنا ايهاب فخري من منطقه القاهره، راجل خبرات عميقه. عندنا احمد الكيال من منطقه السويس. يعني عندنا احمد شاهين، عندنا مش عايز اكون ناسي حد، حكام كتيره قوي قوي بتحكم. محمود رضا من الدقهليه، احمد ابو زيد من الدقهليه، حكام كتير قوي بتحكم من الدوري الممتاز مش موجوده في التصنيف، وذلك بسبب المجاملات. انا بقول لكم انا ما بفتريش على حد، شوفوا الاسامي المحطوطه فوق واعملوا يعني تقصي عنهم، هتلاقيهم ليهم قرايبهم في اللجنه، ليهم ابناء عاملين، حكام عاملين قبل كده، متقاعدين دلوقتي، شغالين في هيئات. يا جماعه عايز اقول لكم حاجه، والله العظيم ده بيحصل. ده في حكام من الحكام بتحكم شغالين مثلا بينزلوا اجازات، مثلا بيروحوا يشتغلوا اسبوعين وينزلوا اسبوعين، بيتوفر لهم الماتشات في الاسبوعين اللي هم نازلين فيهم اجازه. احنا عندنا حكام يتصل يقول له يا كابتن انا في الاسبوعين الجايين دول برضو زي نفس الحكم دوت في الحته الفلانيه، مش هنزل بعد اسبوعين، انا قاعد اسبوعين اهو اجازه، لو في ماتشات اديني. ما يدهوش، اقسم بالله ما يدهوش، يبقى قاعد الاسبوعين اجازه ما ياخدش ماتشات. ولما يسافر شغله اللي هو استحاله يسيب شغله وينزل، يوم جاي له ماتش يقول لك يا كابتن ما انا كنت يقول لك خلاص، ويحسبوا عليه. يعني من ضمن الاحصائيه ان انا اديتك احصائيه ان انا اديتك ماتش وانت اعتذرت عنه. يا كابتن ما اعتذرتش، ما انا قايل لك اللي انا ظروفي عملي لا تسمح. في حين حكام تاني حكام تاني مش عايزين نقول اسماء انما هنقولها بعد كده، وليهم عضو في اللجنه الرئيسيه عنده حكم قريبه بيفصل له الماتشات في اجازاته. انا مش بتكلم على الحكم حقه، انا ما بتكلمش على الحكم يلعب ولا ما يلعبش، حكم له طموح يحققه، انما مش على حساب حكام تانية. دي الحاجه التانية، حكم زي حسام اسماعيل يعمل 13 لفه، حكم تاني عمل 10 لفات متصنف في الدوري الممتاز ويحكم في الدوري، سنه كام سنه؟ 26 سنه ولا 27 سنه وبيعمل 10 لفات. واحد عنده 43 سنه او 44 سنه بيعمل 13 لفه وحكم في الدوري الممتاز ما لا يقل عن 20 25 مباراه ونجح فيهم كلهم بامتياز. يلاقي نفسه مش موجود والتاني موجود. ليه؟ عشان قريبه في اللجنه. طبعا الملك اللي هو كابتن فاروق، بصوا الاخطاء التحكيميه وارده الاخطاء التحكيميه والاخطاء البشريه وارده، انما في تقنيه الفار لا. لما الكابتن محمد فاروق ذات نفسه احتسب ركله جزاء يعني ولا في الخيال، في مباراه على ما اظن كانت الاهلي وحارس الحدود، كانت بره ال 18 ب 4 5 متر. طبعا لو في تقنيه الفار طبعا كان جاوب، بس ما كانش فيه تقنيه الفار. يعني انا اقصده ان كل الحكام، كابتن جمال الغندور، كابتن محمد فاروق، كابتن مش عايز اكون ناسي حد، كله، فهيم عمر، الناس دي كلها، كل دول اخطاء، ياسر عبد الرؤوف، سمير محمود عثمان، الناس دي كلها اخطاء، ولكن اخطاء بشريه عاديه غير مقصوده. ولكن احنا بنتكلم في النيات، دي نيات، دي بسبب المجاملات. انا زي ما بقول لكم عشان ما اكترش في الكلام ده، شوفوا هتلاقي، اعملوا احصائيه هتلاقوا معظم الحكام في التصنيف قرايب مجاملات فجأة. طبعا كابتن فاروق يعني ما بيعملش الا لمصلحته، بيجهز الانتخابات، ماشي على ضرب. كان رئيس لجنه سابق قال لنا انا ما كنتش همسك اللجنه الا اذا دخلت اتحاد الكوره. لما دخلت اتحاد الكوره عضو قدر يمسك لجنه الحكام ومسكها حوالي 13 سنه، وزي كانك يا ابو زيد ما غزيت، وملايين اتصرفت على التحكيم المصري، وما فيش غير الكابتن جهاد جريشه اللي مثلنا في كاس العالم، ما فيش حاجه تاني. كابتن فاروق ماشي على نفس النظام، بيجهز لانتخابات اتحاد الكره القادمه، وبيدعم حكم معين من الصعيد. على حساب مين؟ على حساب حكم دولي اسمه وائل فرحان. مش مقصود يعني اللي هو يكون، لا، حكم دولي اسمه وائل فرحان، عمل 13 لفه، ادار مباريات في الدوري الممتاز بكفاءه عاليه، سواء حكم ساحه او فار. لغايه دلوقتي ما لعبش الا حكم فار فقط، ومش عارفين
ما خدش ليه مباريات لغايه دلوقتي، ولا في المحترفين ولا في الدوري الممتاز، او في الدوري الممتاز بس لان هو هيحكم في الدوري الممتاز بس، ولكن عليه علامه استفهام كبيره. دعم لا محدود لحكم معين من الصعيد عشان يدخل اي حاجه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ما مش رايد، ربنا سبحانه وتعالى مش رايد، وهتبقى بقول لكم افشل موسم كروي فنيا واداريا وتحكيميا هيبقى الموسم ده 2023 2024. ليه؟ عشان قلنا ال 20 15 واحد او 15 20 30 واحد اللي ماسكين المنظومه الرياضيه او منظومه الكره في مصر بقالهم 30 سنه ما بيتغيروش، واللي بيجي بيعمل زي اللي قبله، واللي بيجي بيعمل زي اللي قبله. مفيش جديد، مفيش ناس. حتى انا بلوم ليه الدكتور احمد ساهر والدكتور والكابتن احمد الجرحي، لان كنتوا من الناس اللي اتظلمتوا. ازاي تقبل على ان حكام كانت بتحكم في الدوري الممتاز مره واحده بقدره قادر ما بقاش لهم تصنيف خالص؟ وازاي ساكتين حاجه زي كده؟ انا بصراحه انا زعلان، انا متضايق، لان انا اعلم جيدا اللي انتوا اتظلمتوا اثناء ما كنتوا حكام، وما كنتوش راضيين الفتره اللي فاتت دي عن اداء اللجان السابقه. ازاي انتوا توافقوا على حاجه زي كده وتوافقوا وتحطوا دماغكم على المخده وفي حكام مظلومه وحكام مساعدين؟ تمام؟ فكل دي بسبب المجاملات. تمام؟ يعني زي ما قلنا اعضاء اللجنه كلهم قافلين تليفوناتهم، بيتهربوا من ابنائهم الحكام وبيتهربوا من زملائهم السابقين الحكام، لان في ناس كتير قوي حكمت معاهم قافلين تليفوناتهم يا عيني، والحكام دايخه مش عارفين يكلموا مين. طبعا حدث ولا حرج على اللجان الفرعيه في سبات عميق. اللجان الفرعيه سايبين ابنائهم الحكام واخواتهم الحكام دايخين مش عارفين يكلموا حد ولا يروحوا فين، واللي عايز يعمل كوبر مش عارف يعمل كوبر فين، واللي عاوز يكشف مش عارف يروح فين، واللي مش لاقي له تصنيف. وطبعا اللجان الفرعيه حدث ولا حرج في سبات عميق، وسبب رئيسي ان اولادهم يتظلموا. احنا اتكلمنا بصفه عامه وقلنا ان احنا المجاملات الرسائل الالهيه في مباراه الزمالك والمقاولين ومباراه المصري وفاركو، ولسه في الفتره الجايه دي بقول لكم هيبقى في اخطاء ورسائل الهيه، دي احنا بنوجهها لاعضاء اللجنه، بنقول لهم كفايه ظلم، وافتحوا تليفوناتكم وردوا على الناس ورجعوا الامور الى وضعها الطبيعي، ولازم تبقى في منافسه. ما هو انا حكم لما اغلط، انت جايب لي قررت لي 37 حكم، انا لما اغلط هتوقف اسبوعين وارجع العب تاني. انما لما انت كنت موسع القاعده انا كنت النهارده تألقت، يبقى انا مستني يجي لي ماتش عشان اتألق اكتر. واحد تاني اخطأ، انا عارف ان انا هقعد لي شهر او شهر ونص على الملعب، لما يجي يلعب تاني يحط عينه في وسط راسه ويعرف ياخد القرار الصائب. انما كده انا ضيعت المنافسه وظلمت حكام كتير، وبقول لكم في حكام كتيره قوي بتحاسبن، حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. يا جماعه صدقوني الكرسي مش دايم، السيره هي اللي دايمه، السيره هي اللي دايمه. صدقوني انت النهارده قاعد على الكرسي بكره مش قاعد. بتمنى التوفيق للحكام المصريين، بتمنى التوفيق للجان التحكيم، للجنه الحكام الرئيسيه، ونتمنى اللي هم يعني لو بيتفرجوا على الفيديوهات يراعوا ربنا في الحكام المظلومين. فضلا وليس امرا، كل اللي بيتفرج على الحلقه ما ينساش اللايك والشير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدين. وفضلا وليس امرا اللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من سفاره العميد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.